عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده يمكن يكون حزين شويه، بس انا الصراحه لازم اطلع اتكلم عن الانجاز اللي الراجل ده عمله. النهارده لوكا مودريتش اعتزل بعد ماتش ريال سوسيداد على طول، والصراحه توني كروس وكله راح، فكانت بصراحه حاجه محزنه جدا. هقول لك جاب كام بطوله مع النادي عامه من ساعه ما دخل ريال مدريد، وهقول لك ترتيب الحذاء الذهبي بعد ما كيليان امبابي النهارده جاب جونين. فيلا بينا، مش عايزين نطول على بعض. قبل ما نبدا اي حاجه عايزك تعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، لان ده حمسني جدا جدا جدا. ويلا بينا نخش على الفيديو. مبدئيا كده لوكا مودريتش جاب 6 دوري ابطال مع ريال مدريد، وجاب 4 القاب دوري اسباني مع ريال مدريد، وجاب 2 لقب كاس الملك، وجاب 6 كاس عالم للانديه، وجاب 5 سوبر اوروبا، وجاب 3 كاس السوبر الاسباني. مجموع البطولات اللي جابها لوكا مودريتش مع ريال مدريد هي 26 بطوله، فبصراحه رقم كبير جدا. فاتمنى لك التوفيق يا لوكا اذا كنت رحت فريق او اعتزلت نهائيا. مش هشوف خط وسط زيك بصراحه، ولا انت ولا توني كروس، مع السلامه. طبعا لو هتستناني ان انا اتكلم عن كارلو انشيلوتي، فانا بصراحه مش هتكلم، لان انا مش طايقه. فالحمد لله ان هو مشي، وتشابي الونسو هيجي ينور ريال مدريد. بس برضو الراجل ده عمل معانا كام لقطه جامدين بصراحه، وخدنا كام لقب دوري ابطال، وظبط معانا الدنيا. فبرضو ما ننسالهوش اللي هو عمله معانا، ما كان وحش او سيء او اي حاجه، هو الراجل عمل معانا برضو فوق التمام والزياده. هنتكلم بقى على ترتيب الحذاء الذهبي. لغايه دلوقتي هو محسوم لكيليان امبابي بنسبه 100%، زي ما انا ما قلت في الفيديو اللي قبل دوت. كيليان امبابي بعد ماتش النهارده بتاع ريال سوسيداد مسجل 31 جون ومعاه 62 نقطه. يجي في المركز الثاني فيكتور شوكريس اللي هو بتاع رشبونه في الدوري البرتغالي بي، وشوكريس جايب 39 جون وجايب 58 نقطه ونص. والصراحه الواد دوت مش بيعتمد اي حد في الدوري البرتغالي، فاتمنى ان هو يروح فريق وهيكسر الدنيا برضه. يجي في المرتبه الثالثه اللاعب اللي راح منه كل حاجه، راح منه البلندور وكل حاجه في موسم واحد، مع انه كان هو المرشح لكل حاجه في الموسم ده، وهو محمد صلاح. محمد صلاح مسجل 28 جون ومعاه 56 نقطه. لغايه دلوقتي محمد صلاح فاضل له ماتش واحد، لكن ممكن يتساوي مع كيليان امبابي في حاله ان هو يجيب هاتريك، ودي استحاله ان محمد صلاح يجيب هاتريك بصراحه في ماتش بكره. فزي ما انا ما كنت قايل ان بنسبه 90% ان كيليان امبابي هو اللي ياخد الحذاء الذهبي، وكلامي طلع صح. فالف مليون مبروك لكيليان امبابي، ومع السلامه لوكا مودريتش، وهتوحشنا بصراحه. احب اقول لمحمد صلاح الموسم الجاي هتبقى افضل ليك انت يا ابن مصر، وابن مصر معروف ما بيتكسرش. دي بتكون نهايه الفيديو يا اخواتي، اتمنى تكون استفدت مني حاجه. والفيديو عجبك، لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، لان ده بيحمسني جدا جدا جدا، وعايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت. وسلام.